ازاي تقدر تقيس معدلات الاداء او معدلات الانتاج الموجوده عندك في الموقع او في المصنع اللي انت شغال فيه؟ معدلات الاداء بنقول عليها البرفورمانس ريت. البرفورمانس ريت بيقيس لنا نوعين من الهدر. اول واحد فيهم اسمه توقفات صغيره ماينر ستوبج. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها سبيد لوس. وعلشان نقدر نحسب البرفورمانس ريت محتاجين نكتب القانون ده. البرفورمانس ريت هو عباره عن الكونتينيوتي اللي بنقول عليها البرودكتيفيتي مضروبه فيه حاجه اسمها السبيد ديفرنشال اللي هو فرق السرعه او هدر السرعه. الكونتينيوتي هي عباره عن ايه؟ ببساطه عباره عن الاكشوال سايكل تايم، زمن العمليه الفعلي، مضروبه فيه الاكشوال اوتبوت الانتاج بتاعك على الاب تايم. الكلام ده مضروب في ايه؟ في السبيد ديفرنشال اللي هو عباره عن الايديال سايكل تايم على الاكشوال سايكل تايم. لو احنا كده بصينا على القانون كده هتلاقينا ان الاكشوال سايكل تايم هنا في المقام راح مع الاكشوال سايكل تايم هنا في الوسط. يبقى القانون عندك هو عباره عن ايه؟ الايديال سايكل تايم مضروبه في الاكشوال اوتبوت على الاب تايم. من القانون ده احنا بنعرف حاجتين، بنعرف ايه هو السبيد لوس اللي عندنا وبنعرف هدر السرعه اللي موجود. اي حاجه صغيره بتاثر على سريان العمليه. على سبيل المثال عندنا ماكينه حقن. الماكينه الحقن دي الايديال سايكل تايم يعني زمن العمليه المثالي دقيقه، يعني كل دقيقه بتطلع منتج. الاكشوال اوتبوت بتاعها الانتاج اللي طلع فيها في الورديه دي 500 منتج. الاب تايم عندنا كان عباره عن 10 ساعات. فلما نيجي نبص كده هنلاقي هنا الايدل سايكل تايم بواحد، في الاوتبوت عندنا 500، الاب تايم عندنا هنا 10 ساعات هنحولها لدقيقه تبقى في 60، يبقى عندنا كام؟ 500 على 600 تقريبا هتساوي 82%. لو انت محتاج معلومات اكتر عن باقي حسابات الاو اي تابعنا في الفيديو اللي جاي.